تخيل تصحى في يوم تلاقي اسمك اتحول من إنسان لشيطان. تتكتب قصتك مش زي ما حصلت، لكن زي ما الدنيا حبت تفتكرك. تخيل تكون إمبراطور بس التاريخ يقرر يحكم عليك إنك المجنون السفاح اللي ولع روما وهو بيعزف. بس السؤال هنا، هل نيرون فعلا كان الوحش اللي كلنا اتعلمناه؟ ولا كان ضحية لأكبر حملة تشويه في تاريخ البشرية؟ النهاردة هنرجع الشريط من الأول وهنحكي قصة نيرون. القصة زي ما حصلت مش زي ما اتقالت. نيرون اسمه الحقيقي كان نيرون كلوديوس. اتولد نيرون سنة 37 ميلاديا، ومن أول يوم في حياته ما كانتش حياة عادية. أجرابينا مش ست عادية، دي واحدة من أشرس النساء في تاريخ روما. كانت طموح ونفوذ وعقل بيفكر في السلطة بس. الإمبراطور وقتها كان كلاديوس، فهي كانت تعمل إيه؟ اتجوزته وبدأت اللعبة. دفعت وخططت وأزالت المنافسين واحد ورا التاني لحد ما قدرت تخلي ابنها نيرون وريث العرش. وفجأة الأمير كلاوديوس يموت، وأغلب المؤرخين بيقولوا إنها سمته. وسنة 54 ميلاديا نيرون بقى إمبراطور، وكان عمره 16 سنة بس. لكن الحياة كانت مختلفة. نيرون بدأ حكمه كويس جدا، فهنلاقيه خفف الضرائب ودعم الفنون وعمل إصلاحات اجتماعية. كان بيحب يقرب من شعبه، وكانت سياسته سياسة سلام مش حرب. لدرجة إن المؤرخين قالوا لو إن فترة نيرون كانت استمرت 5 سنين بس، كان التاريخ هيعتبره من أفضل حكام روما. لكن الدنيا كان ليها رأي تاني. أمه أجرابنتينا كانت شايفة نفسها الحاكمة. اللي بجد كانت عايزة تتحكم في كل قرار، في كل خطوة في الإمبراطورية كلها. نيرون كان شاب إمبراطور وعايز يحكم بنفسه، لحد ما حصل بينهم الصدام والعلاقة بدأت تتوتر. وساعة ما السياسة بدأت تدخل بين الأم وابنها، فساعتها النتائج عمرها كانتش عادية. بعد كده ظهر الاتهام الأشهر إن نيرون قتل أمه. المصادر القديمة بتقول لكن لازم نفهم حاجة مهمة. معظم اللي كتبوا عن نيرون كانوا أعداء السياسيين، وكان عندهم مصلحة إن صورته تتحول للشيطان. مؤرخين جدد قالوا ممكن يكون في مبالغة، ممكن يكون اللي حصل اتلون سياسيا، لكن المؤكد إن بعد موت أمه نيرون اتغير. كارثة روما وأكبر اتهام في التاريخ. سنة 64 ميلاديا روما اتحولت لنار، مدينة كاملة بتتحرق، بيوت، شوارع، حياة ناس. وهنا اتولدت أسطورة نيرون. نيرون ولع روما وفضل يعزف وهو بيتفرج. القصة دي بقت من أشهر القصص في التاريخ، لكن هل هي حقيقية؟ الحقيقة إن مفيش ولا مصدر موثق أكد المشهد ده. بالعكس، في مؤرخين قالوا إن نيرون ما كانش في روما وقت الحريق، ولما عرف رجع فورا وفتح القصور للناس، وزع مساعدات وبدأ إعادة أعمار للمدينة. طب ليه اتهموه من الأساس؟ اتهموه لسببين. أول سبب، كبار الأغنياء والنبلاء كانوا بيكرهوا سياسته، والكنيسة بعد كده شيطنته بسبب اضطهاده للمسيحيين. والتفسير التاني والأقوى إن حريق روما كان ممكن يكون حادث طبيعي بسبب طبيعة البيوت الخشبية وقتها، ولكن الحقيقة مش كل الناس كانت عايزة تسمعها. نيرون كان مختلف، كان بيحب الفن والغنى والمسرح، وكان بيطلع بنفسه يمثل ويغني قدام الناس. دي بالنسبة للرومان وقتها كانت تعتبر إهانة للإمبراطور اللي كان لازم يبقى رمز للقوة مش فنان. اتولدت صورة نيرون الطفل الجاهل المجنون، لكن الشعب كان بيحبه، كانوا شايفينه قريب من إله بعيد، وده خلى الطبقة العليا تكرهه وتنقلب ضده، والجيش يتخلى عنه، والسياسيين يقرروا نيرون لازم يختفي، نيرون لازم ينهزم سياسيا.
وينتهي بيه الحال هارب وسط خيانة وخوف ونهاية حزينة. وقبل ما يموت قال جملته الأشهر: يا له من فنان يموت بداخلي. معظم اللي بنعرفه عن نيرون انكتب عنه بعد موته على يد أعدائه، وعصور كاملة استخدمته كرمز للشر. لكن لما ترجع للتاريخ الحديث هتكتشف إن نيرون مش ملاك بس، بس برضه مش الشيطان اللي رسموه. كان إنسان اتولد وسط خيانة، اتولد وسط حكم، وسط مؤامرات، ومات وسط كراهية، مات وسط كراهية سياسية ودينية ضخمة. التاريخ عمره ما بيكون حكاية واحدة، في رواية بتنكتب وفي حقيقة بتضيع. بنكون وصلنا الفيديو النهاردة، قولوا لنا رأيكم، هل نيرون كان ظالم ولا مظلوم؟ ظالم للتاريخ ولا ضحية السياسة؟ لو شايف إن الحقيقة لازم تتقال سيب لنا تعليق، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان نكمل سلسلة شخصيات ظلمات التاريخ. هنا مش بنحكي تاريخ بس، هنا دايما مجرد فكرة. وإلى اللقاء.